الجيل التونسي سيكون قوة لتحقيق التوازن. تحقيق التوازن مع من؟ مع حركة النهضة؟ لا، التوازن مع الفراغ. اليوم انتم بكري كنا نحكيو على من غير ما نعطيو اعداد، اغلبيه التوانسه ما تلقاش روحها في حتى حزب. فهذا خلل كبير لبناء مؤسسات، لبناء مؤسسات مستدامه، وهكذا تشوفوا الوضعيه. فيلزم توازن في الارضيه الحزبيه. شنو توازن؟ هذاك علاش سميناها احنا بديل. بديل هو صارت استشاره في الجهات، وكل واحد شنو اقترح في الاخر بديل عجبهم اكثر، خاطر كل واحد يراه من منظوره من زاويته. واحد يراه يقول لك بديل جيلي، والاخر يقول لك بديل اجتماعي، والاخر بديل في المقاربه، والاخر يقول لك بديل في طريقه انشاء الحزب، في طريقه تسييره، في طريقه حوكمته. فهذا هو يعني موقع حركة النهضة في الصراع السياسي اللي باش يحب يخوضوا حزب البديل، حزبكم يعني، هل تعتبرون حركة النهضة حزب منافس؟ حزب منافس.